الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده مع بعض هنتعرف على طريقه تحضير فيلر الشفاه باستخدام الليب جلوز والهيروليب المكون من البيبتايدز والهيالورونيك اسيد. الادوات المستخدمه زي ما قلنا الليب جلوز الشفاف مع فيلر الشفاه مع فيتامين اي وزيت الجوجوبا، بالاضافه الى موجود عندنا مجموعة معينة متنوعة جدا من الألوان زي الألوان الزيتية الذائبة في الزيت أو البيجمنت المفلتر بعد عملية تشتته في الزيت أو مجموعة البيجمنت البودر. عندنا كمان مجموعة مميزة جدا من ألوان الميكا، بالإضافة طبعا للفليفرز الموجودة عندنا زي البونبون والكولا، المانجو، الرمان، جوز الهند، القهوة، فانيليا، فراولة، كانتالوب، بطيخ، جوافة، لافندر، كراميل، نعناع، على حسب رغبة العميل عندنا. بسم الله هنبدأ. هنعمل نص كيلو فيلر للشفاه باستخدام الليب جلوس الشفاف لترطيب وزيادة لمعان الشفاه وزيادة حجم الشفاه. أول حاجة هنضيف 10 جرام من الفيلر على نص كيلو من الليب جلوس. زي ما شايفين سائل لزج تقيل. بعد كده هنضيف 5 جرام فيتامين اي اويلي، و10 جرام من زيت الجوجوبا. دلوقتي ضفنا الاضافات بتاعتنا الهيروليب والفيتامين اي وزيت الجوجوبا. هنبدأ دلوقتي نقلب كويس مع بعض. وكده التجانس بتاع بقى الليب جلوس بقى كويس جدا، زي ما شايفين برضو الملمس بتاعه رائع جدا. كده الفيلر بتاعنا اتكون. هنبدا بقى في موضوع الالوان. طبعا الالوان دي ممتازه جدا، لازم برضو الناس تكون على درايه بيها وازاي اضافه الالوان عشان ما ترسبش معانا او تعمل لنا مشاكل في المنتج بعد تعبئته في الانبوبه بتاعتنا. طيب هناخد دلوقتي 50 جرام من الفيلر الجاهز. ده اول حاجه عندنا هنعملها. هنضيف عليها دايركت على طول الفليفر بتاعنا، مثلا نقط بسيطه جدا من عطر او فليفر البونبون، وهنبدا نقلب. طبعا المنتج بتاعنا لسه زي ما انتم شايفين شفاف زي ما هو. تمام. هنتعرف مع بعض دلوقتي على الالوان اللي ممكن نضيفها. اول حاجه هناخد برضو 50 جرام من الليب جلوس. هنضيف دلوقتي اخدنا 50 جرام من الليب جلوس، هنضيف عليهم مثلا الفليفر كولا، نقط بسيطه من الكولا. بعد كده اسهل الالوان للاضافه هي الالوان الزيتيه المذابه في زيت. هنضيف طبعا اللون
وهنمشي واحدة واحدة لحد ما نوصل للدرجة المطلوبة. تمام، ونقلب لحد الدرجة ما تعجبنا ونوصل لحد كده. والزيتية ان المنتج مش بيرصب نهائي، فده طبعا اسهل طريقة لعمل الليب جلوز بالالوان الزيتية المذابة في زيت. طيب انا لو حابب اسيبه كده تمام هيبقى كويس جدا، فيلر وليب جلوس للشفايف. لو حابب اضيف له مثلا جليتر او مايكا يديله شكل لؤلؤي، ممكن نضيفه حاجه بسيطه خالص، كده من المايكا اللامع الابيض. ونبدا نقلب تاني فيدينا الشكل اللؤلؤي اللامع زي ما انتم شايفين كده، الشكل اللؤلؤي اللامع. طيب اللي بعد كده لو حبينا نعمل فيلر للشفايف باستخدام الوان البيجمنت، هناخد 50 جرام. بعد كده ممكن نختار اي بيجمنت، مثلا اختار البيجمنت دي، هاخد شويه مثلا. طبعا البيجمنت طبعا احجام البودر نفسه مختلفه مش ثابته، فباخد جزء من البيجمنت زي ما انتم شايفين كده، احطه في بيكر واضيف عليه اي زيت نباتي او معدني، تمام، عشان امنع التكتل بتاعه. وبعد كده اقلب كويس جدا عشان امنع التكتل. طبعا عايز تقليب كويس جدا، ويفضل طبعا لو ميكسر يكون افضل. وبالتالي بعد كده ممكن اعمل له عمليه فلتره، عشان لو في احجام من الجزيئات كبيره ما تترسبش معايا في المنتج، لان دي مشاكل بتقابل ناس كتيره جدا في عمليه تصنيع الليب جلوس، ان المنتج معاهم بيرسب بسبب البيجمنت، بتبقى الوزن بتاع الجزيئات كبير، فبالتالي بيرسب في الانبوبه بتاعه الليب جلوس. طيب احنا بعد ما عملت ده، انا طبعا كنت مفلتره عندي قبل كده، فبالتالي زي ما شايفين كده حجم الجزيئات صغير جدا، انا مفلتره كذا مره. تمام، كان الاول كده، بعد الفلتره بقى ناعم جدا. هبدا بعد كده اضيفها مره واحده على الليب جلوز بتاعتي، واقلب عشان اظبط درجه اللون. اعمل لون جميل جدا كده من الالوان النبيتي. اللون شكله تحفه جدا. طبعا اللون ده احنا نقدر نغير درجته لو زودت انا جزء تاني من اللون، واقلب. طبعا طلع درجه تحفه جدا. دي كمان كانت درجه من الدرجات. طيب لو حبينا نشتغل بالمايكا اللامعه مره واحده، ناخد برضو 50 جرام من الليب جلوس. نختار اي درجة. طبعا المايكا ناعمة جدا، ممكن برضو نفس الفكرة، نجيب برضو زيت كده مثلا شوية صغيرين، وناخد اي مايكا مثلا، المايكا دي مثلا، ناخد شوية صغيرين منها، ونقلب كويس برضو عشان نمنع التكتل بتاعها. طبعا المايكا بتكون ناعمة جدا زي ما انتم شايفين كده. هبدأ أضيف واحدة واحدة. واللون بتاعها تحفة جدا. أضيف تاني لون. زي ما انتم شايفين اللون تحفة جدا. بإمكانكم دلوقتي تجربوا كل الألوان اللي انتم شايفينها دي. كل دي ممكن درجات من الألوان تقدروا انكم تجربوا بيها وتعملوا الليب جلوس او الفيلر اللي انتوا حابينه على حسب طلب العميل. اما نستخدم البيجمنت اللي هيبقى في الزيت وبعد كده عمليه فلتره،
او نستخدم الالوان الزيتيه السائله او البودر وبعد كده نحولها لسائله ونشتغل بيها، او المايكا، او نشتغل بالوان او بيجمنت ممكن معاها مايكا. ممكن نعمل ميكس برضو بالبيجمنت، بس اهم حاجه هي عمليه الفلتره عشان نتلاشى الاوزان الجزيئيه الكبيره لبعض انواع من البيجمنت اللي هي ممكن تسبب لي مشكله في المنتج بتاعي وترسب. المشكله مش بتكون في البيز نفسه، المشكله بتكون في اللون المستخدم. فدي طبعا خطوه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. عندنا طبعا مجموعه مميزه جدا من الفليفرز المستخدمه في صناعه الفيلر ليب جلوز. في كمان عرض كويس جدا للمبتدئين بنعمل له، بياخد الليب جلوز جاهز. لو حد عايز مثلا ياخد الليب جلوز شفاف وبياخد معاه الفليفر بتاعته وبياخد كذا لون ايا كان زيتي او بيجمنت او مايكا، ويبدا يشتغل معانا. برضو التيوبات اللي هي الفارغه دي برضو متاحه اللي حابب يبدا المشروع بتاعه. الفيلر ليب جلوز ده جديد، الناس كلها متعوده على الليب جلوز بس، لكن فيلر لزياده حجم الشفاه ده جديد. العميل دايما عايز الحاجه الجديده، عايز الحاجه اللي هي تمنع تشققات الشفاه، تمنع جفاف الشفاه. فالفيلر ده فيه الهيالورونيك اسيد والبيبتايدز 1 اللي بيعمل على زياده حجم الشفاه وزياده الترطيب وزياده مرونه الشفاه. دايما العميل عندك حابب على طول يكون الجديد، يكون عنده الجديد. فانت كده كده لازم تكون متطور مع السوق عشان تقدر تواكب التقدم وتفضل على طول متميز بشغلك. ودايما تختار الوانك الصح ونوع الليب جلوس المستخدم لازم يكون الاصلي الصح عشان يطلع معاك منتج ممتاز جدا. اتمنى ان شاء الله الفيديو ده يكون عجبكم. كان معكم في النهاية اكرم عبد العزيز، شركة كيماتيكاليكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.